تملى بالملك، تملى بالملك، تملى بالملك، تملى بالملك، وعيش في أمان، وعيش في أمان. تملى بالملك، تملى بالملك، تملى بالملك، تملى بالملك، تملى بالملك، وعيش. ارتبط التاريخ الاستعماري لفرنسا في القارة الإفريقية بالعديد من الجرائم والمجازر، ومن ذلك مجزرة مدينة الدار البيضاء المغربية عام 1907 التي تسببت في مقتل خمس سكان المدينة ومهدت لاحتلال المغرب الأقصى. بلغ توتر العلاقات المغربية الفرنسية أقصاه بعد احتلال الفرنسيين مدينة وجدة في 29 من مارس عام 1907 بقيادة الجنرال اليوطي وزحف طلائع جيش الاحتلال على الصحراء المغربية الجنوبية. في الدار البيضاء كانت شركة لا كومباني ماروكين الفرنسية قد شرعت في إصلاح مرسى الدار البيضاء ومد سكة حديدية لجلب الحجارة، وفرضت الشركة وجود مراقبين فرنسيين جنبا إلى جنب مع الأمناء المغاربة المكلفين بالجمارك في المواني المفتوحة. الأمر الذي عده المغاربة تدخلا في السيادة الوطنية. بدأ الغضب الشعبي يتصاعد في أحواز الدار البيضاء بعد أن طالبت جماعة من ممثلي قبائل الشاوية بطرد المراقبين الفرنسيين وإيقاف قاطرة السكة الحديدية ومقاطعة الجالية الفرنسية. وفي عشية 30 من يوليو عام 1907 نشبت معركة دامية بين مجموعة من المغاربة الغاضبين وبين الفرنسيين العاملين بورشات الميناء تسببت في سقوط قتلى من الفريقين. وسرعان ما اندلعت انتفاضة سكان المدينة الذين سيطروا على الدار البيضاء وطردوا الممثل الفرنسي منها وطالبوا الجالية الفرنسية بالمغادرة على الفور. استغلت سلطات الاحتلال الفرنسية هذه الأوضاع كذريعة لشن هجوم وحشي على الدار البيضاء واحتلالها. فبعد يوم واحد من تلك الأحداث رست البارجة العسكرية الشهيرة غاليري بميناء الدار البيضاء، ثم سارعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى إرسال برقيات إلى الحكومات الأجنبية تخبرهم بعزمها القيام بعملية عسكرية واسعة بالمدينة من أجل إعادة الأمن والنظام وحماية الجاليات الأوروبية بها. بدأت الحملة العسكرية على مدينة الدار البيضاء في 5 من أغسطس عام 1907
بقصف كثيف من مدافع البارجة جاليلي لشوارع المدينة المكتظة بالمدنيين. ثم وصلت بارجة ديشايا لقصف حي المناكير الشعبي، وانضمت السفينة الحربية الإسبانية ألفارو دي بازان لدك السكان العزل بالقنابل. استمرت عملية القصف الوحشي 3 أيام متتالية، رافقها إنزال بحري ضخم، حيث اجتاح 3000 جندي فرنسي المدينة وارتكبوا مجازر بشعة ووحشية. وصل عدد الضحايا إلى 7500 مغربي، أي ما يعادل 5 سكان المدينة آنذاك، ولم ينج من الدمار سوى الحي الأوروبي الذي كان يضم مقرات السفارات والقنصليات الأوروبية. وبعد احتلال مدينة وجدة في الشرق، كان قصف مدينة الدار البيضاء نقطة بداية غزو فرنسا للمغرب من الغرب، إذ واصل جيش الاحتلال حملاته العسكرية على المدن المغربية حتى خضوع ملك المغرب مولاي عبد الحفيظ وتوقيعه على عقد الحماية مع فرنسا في 30 من مارس عام 1912. شعبنا الوفي النبيل، نوجه لك هذا النداء لنعبر لك عما يخالجنا من فرح عظيم بمناسبة رجوعنا لوطننا العزيز، بعدما قضينا أكثر من عامين في المنفى، وقد كنا وإياك في المحنة سواء طيلة هذه الغربة. نشاطرك آلامك ونقاسبك آمالك، وكانت الروابط التي تجمعنا بك متينة، فلا الأيام ولا بعد المسافات استطاعت أن تنال من ذلك الاتحاد الروحي الذي كان عونا لنا على تحمل الآلام والحنين إلى الأوطان، والذي جعلنا لم نيأس قط من حسن العاقبة والمصير، واستخلصنا من هذه الشدائد عبارة جمة سنسير على ضوئها في عملنا في الحاضر والمستقبل. وها نحن نتأهب للعود إلى عزيز الأوطان، وقد انقسعت السحب وقويت الآمال، وتلقت الأمة هذا الحادث الميمون بحماس عظيم أعربت عنه آلاف البرقيات والوفود العديدة التي تتوارد علينا بباريس من جميع الأنحاء. وسنعود إليك أيها الشعب النبيل إن شاء الله، ونحن على ما تعهد منا من إيمان قوي وثبات على المبدأ وسهر على مصالح الأمة وعمل على ما فيه خيرها وسعادتها. ولنا في تأييدك والتفافك حولنا وفي الوعي القومي الذي عم سائر طبقات الشعب بالحواضر والبوادي أعظم مشجع بمتابعة المهمة المقدسة الملقاة على عاتقنا جميعا، وللوصول إلى الغاية المنشودة، ألا وهي عهد جديد نتعاون على بناء صرحه وفق مطامحك التي ما فتئنا ندود عنها ونسعى في تحقيقها. وفي هذا العهد الجديد الذي سنبين أصوله في خطاب العرش، نامل أن ترفرف رايات التسامح والوفاق عالية، وترفل البلاد في ثوب الحرية والاستقلال، وبذلك يزداد الفرد اطمئنان على نفسه ومصالحه وحريته كيفما كانت عقيدته وجنسيته. وعسى أن يكون رجوعنا فرصة لرعايانا وللفرنسيين القاطنين بالمغرب
تتيح لهم أن يساهموا في إعادة الثقة إلى النفوس، تلك الثقة التي لا بد منها لتوطيد روابط الصداقة بينهم جميعا. هذا وقد سرنا ما أبديتموه من أنواع الفرح والابتهاج بنبأ عودتنا، وسيتم سرورنا إن أنتم حافظتم يوم استقبالنا على النظام وسلكتم سبيل الرزانة والهدوء كي لا تسوب مظاهر الأفراح سائبة وينتهي الأمر على أحسن ما يراد. نسأل الله جل جلاله أن يسدد خطانا ويجعل أعمالنا لصالح الأمة وأن يجزي العاملين بأحسن ما عملوا. On his way back to the throne of Morocco, from which the French deposed him 2 years ago, the Sultan Sidi Ben Youssef returns to France from his exile in Madagascar. Time and place of his arrival were kept secret, but with little avail. Moroccan leaders are there to greet him, while in Casablanca, joyous crowds celebrate France's recognition that only Ben Youssef's return can bring peace to Morocco. Ben Arafa, the Sultan France tried to maintain on the throne during Ben Youssef's exile, has now abdicated. He is received by President Coty. At French Foreign Minister Antoine Pinet's official residence, Sidi Ben Youssef arrives to discuss his restoration with the minister through an interpreter. Morocco's internal problems remain to be solved, but the chief bone of contention between Morocco and France has at last been settled. Le croiseur Gloire amène à Cherbourg le sultan du Maroc, Si Mohamed Ben Youssef, qui vient faire à la France une visite d'amitié et de fidélité. Dans la gare du Bois de Boulogne, où aucun train n'est entré depuis la visite historique des souverains britanniques, le général de Gaulle vient accueillir l'hôte de Paris. La France républicaine est heureuse d'accueillir le chef d'un vaste empire à la veille de la fête grandiose où elle devait célébrer sa force renaissante. Quanto il popolo marocchino venerasse il suo sovrano si è chiaramente dimostrato nel corso dei funerali di Maometto V. Migliaia di persone attendono in silenzio l'uscita della salma dal palazzo residenziale. Sono le 13:10, il mesto corteo passa fra il commosso saluto della folla. Il dolore si è manifestato nei suoi aspetti più drammatici. Il giovane successore Hassan II segue le spoglie del padre accompagnato dal presidente tunisino Bourguiba e dai capi delle delegazioni straniere. Precedute dalla Guardia Civile di Palazzo, le spoglie mortali del re raggiungono su un affusto di cannone l'estrema dimora. Dopo l'ultimo reverente omaggio alla memoria di Maometto V, il popolo acclama il suo nuovo sovrano, che assume le funzioni di capo dello Stato marocchino. Re Hassan II è salito per la prima volta sulla carrozza d'oro che lo ha condotto alla moschea di Al-Fash per la preghiera di rito. Conclusa la cerimonia, Re Hassan è rientrato a palazzo da sovrano, scortato dalla sua guardia e applaudito dal suo popolo.
مغرب جديد بزغت شمسه منذ 22 عاما. في مثل هذا اليوم سنة 99 وألف ألقى الملك محمد السادس أول خطاب للعرش. بقلب مؤمن بقضاء الله وقدره أنهي إلى الشعب المغربي الأبي وإلى الأمة المغربية العربية والإسلامية وإلى العالم أجمع وفاة قائد عظيم ورجل من رجالات العالم الأعلام وملك من ملوك المغرب العظام صاحب الجلالة والمهابة المغفور له الحسن الثاني قدس الله روحه. بدأه بالترحم على الملك الراحل الحسن الثاني، ثم أخذ المشعل ووعد بمواصلة المسيرة، مسيرة أكد أنها ستكون لصالح الشعب بجميع فئاته. إقامة دولة الحق والقانون، صيانة حقوق الإنسان والحريات الفردية، وصون الأمن لفائدة الجميع. بهذا وعد الملك شعبه مجددا التزامه باستكمال الوحدة الترابية للمملكة، وطامحا في أن يسير المغرب في عهده على طريق التطور والحداثة. ورث الملك مملكة تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة، معدلات فقر مرتفعة، نسبة بطالة بلغت حوالي 14%، ونظام سياسي بحاجة إلى انفتاح أكثر. منذ ذلك الوقت قطع المغرب أشواطا كبيرة في مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية، واتبع الملك الشاب نظاما سياسيا أكثر حداثة. خلال فترة حكمه ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 42 مليار دولار عام 99 وألف إلى 112 مليار دولار بحلول عام 2020. تراجع الفقر بشكل ملحوظ، وتم التركيز على التنمية بالمناطق القروية. استثمر الملك في منطقة الشمال، فأحدث أكبر ميناء على البحر الأبيض المتوسط في أفريقيا، وهو ميناء طنجة المتوسط. أطلق المغرب في عهد الملك الجديد القطار فائق السرعة، هو الأول من نوعه عربيا وإفريقيا. أصبحت الصناعة أكثر تطورا، واستقطب المغرب استثمارات خارجية مهمة، خاصة في صناعة السيارات التي تحقق نموا سنويا مهما على مستوى إحداث فرص العمل والتصدير. أحدث النظام الملكي الجديد هيئة الإنصاف والمصالحة لتعزيز حقوق الإنسان وصيانة كرامة وحريات المواطنين. أصلح مدونة الأسرة، فمنح النساء حقوق الطلاق وحضانة الأطفال والوصاية الذاتية، ورفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاما. لأول مرة في عهده وثقت المرأة عقود الزواج، ونجحت النساء السلاليات في انتزاع حقهن في وراثة الأراضي الزراعية. في العهد الجديد تم التركيز على مشروع كبير للطاقة المتجددة، فطور محطة نور للطاقة الشمسية، وهي أكبر مجمع من نوعه في العالم. واجهت المملكة في عهد محمد السادس التطرف، فأطلقت إصلاحات لتكريس الاعتدال. شهدت المملكة مجموعة من برامج التنمية المستدامة مكنت فئات واسعة من أبناء الشعب المغربي من الاندماج الفعلي في مشاريع اقتصادية مدرة للدخل عبر إحداث المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي ظلت مستمرة ومواكبة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية. أخاطبك اليوم لنجدد العهد المشترك بيننا بدستور جديد يشكل تحولا تاريخيا حاسما في مسار استكمال بناء دولة الحق والمؤسسات الديمقراطية، وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة، وتوفير المواطنة الكريمة والعدالة الاجتماعية. عرف العهد الجديد دستورا جديدا تضمن مقتضيات وإصلاحات فتحت صفحة سياسية جديدة.
ركز المغرب في عهد الملك محمد السادس على تعزيز العلاقات مع دول القارة السمراء، وعاد رسميا إلى الاتحاد الإفريقي، ثم أبرم حوالي 1000 اتفاقية شراكة في مختلف المجالات مع دول إفريقية. وفي السياسة الخارجية أصبح المغرب في عهد الملك أكثر استقلالية، عزز علاقاته مع دول كالولايات المتحدة وإسرائيل، وأبدى مواقف حاسمة ضد دول أخرى كإسبانيا وألمانيا، واعتبر بذلك قضية الصحراء المغربية فوق كل الاعتبارات. كما تؤكد بأن الصحراء كانت دائما مغربية قبل اختراق النزاع المفتعل حولها، وستظل مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مهما كلفنا ذلك من تضحيات. الصحراء التي أعطى الملك كل اهتمامه لأقاليمها عبر عشرات المشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى فتح قنصليات لمجموعة من الدول بالأقاليم الجنوبية. وفي زمن الوباء أشرف الملك على تنزيل المخططات الاستباقية. فالعناية التي أعطيها لصحة المواطن المغربي وسلامة عائلته هي نفسها التي أخص بها أبنائي وأسرتي الصغيرة، لا سيما في هذا السياق الصعب الذي يمر به المغرب والعالم بسبب انتشار وباء كوفيد-19. وأمر بإحداث صندوق خاص من أجل المساعدة على تدبير الجائحة، كما أطلق حملة التلقيح الوطنية وجعلها مجانية لجميع المواطنين. أمر بتجديد النموذج التنموي للتوجه بكل ثقة نحو المستقبل. لقد أبان نموذجنا التنموي خلال السنوات الأخيرة عن عدم قدرته على تلبية الحاجات المتزايدة لفئة من المواطنين، وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية ومن التفاوتات المجالية، وهو ما دفعنا للدعوة لمراجعته وتحييره. وأكد على عقد اجتماعي جديد سينخرط فيه الجميع. هي مرحلة جديدة أبرزها الملك في معظم خطاباته. مغرب جديد، مملكة جديدة. قال الملك في خطابه الأول إنها ستحافظ على هويتها التاريخية دون انكماش على الذات. أكثر من 20 عاما مضت على خطاب العرش الأول وعلى بداية عهد الإصلاحات التي يطالب الشعب بمزيد منها. هي إصلاحات تواجهها تحديات مرحلية مهمة. قال الملك إنها تستدعي انخراط الجميع بفعالية ومسؤولية. ندعو الحكومة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين للانخراط فيها بكل فعالية ومسؤولية في إطار تعاقد وطني بناء يكون في مستوى تحديات المرحلة وانتظارات المغاربة. يقدمون بيعتهم الشرعية لخلفه ووارث سره صاحب الجلالة والمهابة أمير المؤمنين سيدنا محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن. أكثر من 20 عاما مضت وما زال العهد قائما، وإلى جانبه تحديات لا تنتهي.